طيب ايه هو الفويس اوفر او التعليق الصوتي؟ هو تحويل مادة مكتوبة لمادة صوتية، بتبدأ تقرأ سكريبت موجود قدامك بصوتك. طيب هو كده الموضوع معناه ان انا محتاج بس يكون صوتي حلو فابدأ اقرأ الكلام اللي قدامي ده وخلاص؟ تعالوا نفكر فيها مع بعض. لما بيكون في اعلان مثلا او بوست مكتوب على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، ايا كان المكان ده، بتلاقي ان في وسط الكلام في مثلا قلوب او ايموجي بتاع حد بيعيط وهكذا، علشان يوصل لك الفكرة او يوصل لك احساس معين من الجملة المكتوبة دي، لان في فاصلة، علامة استفهام، علامة تعجب، عشان برضو يوصل لك معنى الكلام. فبالتالي انت عليك توصل الرسائل دي بمحتواها الصح. فالموضوع مش مجرد صوت حلو وخلاص، في انتقالات معينة محتاج تعملها، تدرس السكريبت بتاعك كويس، تشوف هو محتاج يوصل ايه اللي بيسمعك ده. وبما ان في اداءات كتير للفويس اوفر، ففي انواع كتير للفويس اوفر. يعني انا عاوز اوصل خبر معين للناس فبياخد الشكل الاخباري، في حد عاوز يعمل رد آلي على التليفون بتاعه فبنبدأ نختار الاداء المناسب للشكل ده. قيس عليه بقى انواع كتير زي الاداء الاعلاني والاداء الوثائقي، الكتب الصوتية والبودكاست والروايات وغيره وغيره. علشان تتقن الليلة دي كلها كده، تعالى ناخد الموضوع من ناحية البوست اللي انت قرأته وهتبدأ اللي انت تقوله بصوتك ده. هو يا اما الموضوع كان عنده بالموهبة، ومع كتر الشغل وكتر الممارسة فبدأ ان هو يثقلها اكتر وبقى خبير فيها، او هو كان حد بيحب مجال الكتابة فبدأ يتمرن عليها اكتر او ياخد كورسات ويمارسها اكتر واكتر، وبالتالي هو اسلوبه عجبك. زيه بالظبط الفويس اوفر، يا اما هو موهبة عندك ومن كتر الاداءات ومن كتر الشغل انت بتثقلها اكتر، يا اما هي اصلا ما كانتش موهبة موجودة ولكن انت بتحب المجال ده وعندك الشغف بيه فبتبدأ تمارسه اكتر وتتدرب عليه كتير، فبالتالي هو بيصبح المهنة بتاعتك. ده باختصار كده يعني ايه فويس اوفر. يلا اشوفكم على خير.